السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين بقى كده، النهاردة ان شاء الله هنعمل فراخ مشوية في الحلة. ما شاء الله ولا اروع، دايبة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى بينا على الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده، احنا هنقطع الفرخة. طبعا هتقطعيها على حسب ما انت عايزة. زي ما انتوا شايفين كده، احنا هنقطعها. هي لو الفرخة كبيرة بقطعها اكتر من 8، لكن لو الفرخة صغيرة بتقطعيها 4 زي ما انت عايزة. زي ما انتوا شايفين بقى كده هنقطعها. الفراخ دي بصراحة بتطلع حلوة قوي قوي، واهم حاجة التوابل اللي فيها. هنحط بهارات مشاوي فيها، ودي هتكون يعني اهم حاجة فيها. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنقطعها قطع، يعني مش صغيرة ومش كبيرة. طبعا انا غسلتها كويس وصفيتها بالمصفى. وهنا بقى طبعا هبدأ اتبلها. طبعا كل حاجة في الفراخ دي بقطعها كبيرة. البصل كبير زي ما انتوا شايفين، فلفل الوان، الشطة، دي البهارات اللي انا هحطها. بهارات مشاوي، توم بودرة، بصل بودرة، وده توم. زي ما انتوا شايفين كل ده. وزي ما قلت لكم اهم حاجة في الاكلة دي البهارات المشاوي. وطبعا حطيت فلفل اسود وبابريكا. البهارات اللي انتوا حابين تحطوها اعملوها، لكن الاساسي بهارات المشاوي. وطبعا انا بتبلها من بالليل. الافضل ان احنا نتبلها من بالليل. وهنا بقى هنبدأ ان احنا نعملها في الحلة. زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا حطيت زبدة، وحطيت معلقتين زيت كمان علشان الزبدة ما تتحرقش. وطبعا هنا هبدأ ان انا ادي للفراخ لون. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا هبدأ ادي للفراخ لون. طبعا هقلبها يمين وشمال. هفضل اقلب فيها لحد ما تاخد لون. زي ما انتوا شايفين كده. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها عامله ازاي من التوابل. طبعا كده زي ما انتوا شايفين كده خدت اللون خلاص. انا طلعتها وحطيت الباقي. طبعا انا لما قطعت البصل والفلفل كبير، علشان انا اما اطلعها من التوابل التتبيله بتاعتها، اللي هو البصل والفلفل، ما يبقاش ماسك فيها وانا بديها لون. وهنا كده خلاص انا زي ما انتوا شايفين قلبت الفراخ كلها خدت لون. طبعا انا عملتها على مرتين. وكده خلاص. طبعا احنا حطيت بقى باقي الفراخ وحطيت التوابل والبصل والطماطم والفلفل الالوان. حطيته على الفراخ تاني بعد ما خدت لون. وهحط لها شوية مية صغيرين. وطبعا هسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها. زي ما انتوا شايفين بقى كده. هنا بقى هتبدأ بقى تغلي لحد ما تستوى. طبعا مش بحط لها مية كتير، هي من نفسها بقى هتطلع المية كمان بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بتغلي ازاي كده. انا بسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. وهنا بفضل سايباها بقى على نار متوسطه، مش بعلي النار علشان الفراخ ما تتحرقش. انا بوطي النار وبسيبها بقى كده على النار زي ما انتوا شايفينها كده، تاخد وتدي بقى مع بعضها علشان تستوي قوي. احنا عايزينها تكون مستويه قوي. زي ما شايفين بقى كده نشفت في الحله ازاي. شايفين. وهنا كده كانت وصفتنا النهارده، وعملنا معاها طحينه وسلطه ومكرونه.